لو انتِ أول مرّة تعملي التورتاية، لو مشيتِ على المقادير اللي أنا هاقول لِك عليها بجد، بجد هتنجحي فيها، وهتبقي خطيرة وعلى طول هتستخدمي نفس المقادير دي، هتعمليها من أول مرّة وهتنجحي فيها وهتزينيها زي ما أنتِ عايزة، المهم إن أنتِ تعملي الsponge بتاعها يكون مضبوط وجميل، وبقى التزيين ده على حسب ما أنتِ حابة. بجد بجد الطريقة دي جميلة ولذيذة وبسيطة وسهلة جدا لو انتي مبتدئة وأول مرة تعمليها. شايفة بقى شكلها خطير ازاي؟ يعني لما تشوفيها هتقول ان انتي اكيد دي جايبينها من بره. بصي جميلة وهشة وثلاث طبقات، واعمليها بقى زي ما انتي عايزة شوكولاتة، عايزة فانيليا. الحشوة دي ذوقك انتي وعلى حسب ما انتي بتحبي. بصي جميلة ولذيذة والتزيين بتاعها بسيط جدا، هشة وخطيرة خالص، وأكنك بالظبط جايبها من بره، بل بالعكس أحسن، لان انتي ما شاء الله بقى بتحشيها بقى، ما انتي الحاجة دي جايالك انتي وانتي اللي بتعمليها. تعالي الاول كده هنعمل الكريم جانتيه ونحطه في قلب التلاجة. الكريم جانتيه هنحط له هنا كوبايتين كريم جانتيه خام، هننزل عليهم بكوباية الا ربع من السكر، وهنحط لهم كوباية ونص من اللبن المتلج. ممكن تستبدلي اللبن المتلج بمية متلجة، هي عادي يعني على حسب الإمكانيات اللي موجودة. بنضربه كويس جدا. خلي بالك ان الكريم جانتيه اللي احنا هنجلس بيه التورتاية لازما ما يبقاش تقيل، عشان ما يضايقكيش وانتي بتجلسي التورتاية ويمشي معاكي كويس. لكن اللي انتي هتعملي بيه الروزتات اللي هي الوردات اللي هتتحط على التورتاية بيبقى تقيل وسميك شوية، عشان الروزتات تبقى تقيلة كده وتثبت مكانها. هنا حطينا كوباية ونص من اللبن المتلج، هنبتدي نضربه. بصي هنا ده خفيف، لكن اللي جوه العبوة دي تقيل عشان هنعمل بيه الروزتات. تعالي بقى هنا نعمل الايه، السبونج. الاسبونج هنا هيبقى جاهز. هنجيب نص كيلو من دي الاسبونج الشوكولاتة، هنحط عليهم 5 بيض وبيكون بدرجة حرارة الغرفة، هنحط ورقة من البيكنج باودر، وهننزل ب4 فانيليا. انا عارفة طبعا ان الاسبونج بيبقى موجود في كل حاجة، بس لازما نحط البيكنج باودر عشان بصراحة بيبقى افضل. هنحط هنا معلقة من محسن العجين الجل، زي ما انت شايفة كده هنحط معلقة كبيرة. كل المكونات دي كلها على بعضها انزلي بقى هنا شايفة الفنجان بتاع المية ده، انا هحط كله عشان اوصل للقوام اللي انت شايفاه ده. فنجان المية لازم المية تكون فترة كده زي دمعة العين، جميلة وجميلة وزي الفل. ضربناهم كلهم مع بعض، ضربهم بياخد حوالي ربع ساعة، بتنيكي مشغلة المضرب بتاع حوالي ربع ساعة لغاية ما توصلي للقوام اللي انت شايفاه ده. هاتي هنا بقى هنجيب حلة التورتة دي مقاس 22، هنحط فيها الورق اللي انا حاطاه ده، مش ورق زبدة، ده ورق كده زي ورق السندوتشات. انا بصراحة احيانا كمان بجيب ورق الكراس بتاع ولادي، وبقوم حطاها كده زي ما انت شايفة وبدخلها الفرن. بتقعد حوالي، لان دي صغيرة، قعدت حوالي 35 دقيقة بالظبط. 35 دقيقة. طلعت رميت عليها الفوطة وسبتها لتاني يوم. كريم جانتيه في التلاجة متلج عادي وهي لتاني يوم، وده الافضل. سواء هتعملي سويس رول او هتعملي جاتو او هتعملي تورتاية، افضل حاجة ان انتي تسيبيها لتاني يوم عشان لما تيجي تستخدميها تبقى سهلة معاكي في التقطيع. هنبتدي هنا كده بالسكينة، وهنبتدي نظبط التورتاية بتاعتنا السبونج بتاعنا ونخليه متساوي. كل الأجزاء اللي على الوش دي كده هنشيلها. انا عملت معاكم تورتات كتير قبل كده لو قلبتوا في القناة، لان انا كنت شغالة في التورتات دي اوردرات، فكانت بيبقى عندي اوردرات كتير وعملت معاكم التورتات دي كتير قبل كده. انا النهاردة عاملاها بمناسبة بقى ان انا الناس المبتدئة تتعلمها بمنتهى السهولة، ولان ولادي طلبوها مني. هنجيب المنشار بتاعنا كده هنظبطه، وهنبتدي نقطعها ل3 اجزاء.
بصي بقى تعرفي ان الاسبونج بتاعك جميل من الفراغات اللي موجودة دي. هنبتدي نقطع كده الرق التاني، بتتقطع ل3 اجزاء بالظبط. بعد كده نبتدي بقى هنا، بصي ما شاء الله تبارك الله زي الفل، جميلة جدا. نعمل هنا بقى محلول التسقية بتاعنا. محلول التسقية هنجيب نص كوباية من المية، هنحط عليهم 3 معالق من السكر، وهتحطي عليهم هنا نوتيلا. والنوتيلا بتعزز النكهة، وبتبقى جميلة جدا بصراحة. دوبي بقى كويس كده عشان المحلول بتاعنا ده يتجانس مع بعض. ونقوم جايبين بقى هنا كده ادي التورتاية بتاعتنا، حاطينها بقى كده على البوردة بتاعتنا، ونبتدي نشتغل. هنبتدي نسقي هنا بقى. ممكن على فكرة لو مش موجود نوتيلا ممكن تعمليها مية بسكر بس، دي ابسط حاجة ممكن تسقي بيها التورتاية بتاعتك، تشرب كده وبتبقى جميلة جدا. نبتدي بقى هنا ننزل بالكريم جانتيه. هنا انا قلتلك ان الكريم جانتيه بيبقى جزئين، يعني الجزء اللي احنا هنجلس بيه وهنحشي بيه بيبقى خفيف عشان يمشي معانا كويس، لكن اللي هنعمل بيه الروزتات بيبقى تقيل. هنا نبتدي بقى، عندك اي حشو انت عايزة تحشي حطيه. انا عندي هنا نوتيلا، وهبتدي احط بقى شوية لوز، مربة حليب، اللي عندك حطيه. بصي بقى انتي بتعمليها لولادك بطريقة جميلة ولذيذة، ان شاء الله حتى تحشيها سوداني مفيش مشكلة خالص. اللي موجود عندك بتبسطي بيه ولادك، طريقة جميلة ولذيذة جدا. هنبتدي برضو الرق التاني نعمله برضو زي ما عملنا الرق الاولاني. ادي كده هنبتدي نحط المحلول بتاعنا اللي هو بتاع التسقية، بيخلي الكيكاية بتاعتنا طرية وجميلة جدا. على فكرة احلى حاجة للتورتاية ان انتي بعد ما تفنشيها خالص تحطيها بتاع قيمة 2-3 في قلب التلاجة، مش ان هي تتاكل على طول، لا. التورتاية كل ما قعدت عدد من الساعات كده في قلب التلاجة كلها بتبقى متجانسة وبتبقى جميلة، وبجد بجد بتحصلي على طعم حلو جدا. نبتدي نجلسها كده، نحط الرق التاني، ونبتدي هنا بقى ايه، ادي نوتيلا وبعدين شوية لوز. هنبتدي نحط هنا بقى ادي نوتيلا وعليها كمان شوية لوز، ويبقى كده ادي الرق التاني. نبتدي بقى نحط هنا كده الرق التالت عشان نعمل الفينش الاخير. ادي كده الراق التالت. والراق التالت اللي هو بيكون على طول كده بيكون القعر بتاع حلة التورتة، عشان يقدر يستحمل بقى الفينش الاخير اللي انت هتحطيه. بصي بقى كده جميل وخطير. نبتدي الاول هنا نسويها، لو في اي اجزاء مش متساوية او بارزة ابتدي تنزليها بقى كده طبعا بالسكينة بتاعة التورتة، بحيث ان هي تكون داير كده متساوية. طبعا الاجزاء اللي نازلة دي مش بتترمي، دي بتتحط في كاسات كده وبتحط عليها كريم جانتيه، مربة حليب، حبة شوكولاتة، والولاد بيتصارعوا عليها. يعني قبل التورتاية كده بتكون دي ما شاء الله اتاكلت. حتى كمان لما كنت شغالة في التورت اونلاين، فكانت برضو الحاجات الزوايد دي كانت بتبقى خطيرة جدا للولاد. هاتي بقى ادي كريم جانتيه، نبتدي بقى نجلس التورتاية بتاعتنا. لما نجلس التورتاية بتاعتنا ممكن بعد ما تجلسيها تقومي، لو الجو مثلا مش مساعدك او الجو حر فانتي لازم تقعديها بتاع حوالي نص ساعة في التلاجة عشان تقدري تكملي تجلسيها وتدخليها التلاجة، وبعدين خرجيها بقى ادي الفينش الاخير. انا هنا بجلسها من على السطح بتاعها كده وداير زي ما انت شايفة. ادي هنا كده داير كده، بنحاول ان احنا نجلس التورتة بتاعتنا، وبعد كده نبتدي نظبطها بالامكانيات اللي موجودة عندك. بقى هنبتدي نساوي التورتاية بتاعتنا.
بعد كده بقى نبتدي نستخدم كده ادي المعلقة السيليكون، وبعد كده هنبتدي نستخدم السكرابر بتاعنا بحيث ان احنا نخليها داير داير. بصي بقى كده الكريم جانتيه بتاعك بيكون مش تقيل قوي، بحيث ان انتي تقدري تجلسي بيه التورتاية فيمشي معاكي حلو قوي، والسبياتيلا بتاعتك كده تمشي بشكل جميل على التورتاية، تبقى داير داير. ما شاء الله بتبقى حلوة قوي. حلو جدا ان انتي تعملي الحاجة لولادك في قلب البيت وتفرحيهم. ما تخافيش خالص خالص من التورتاية، سهلة جدا. اي حاجة في بدايتها كده تبقي خايفة منها، بس بعد كده بتبقي حلوة قوي والفينش بيطلع منك حلو جدا، ومرة على مرة بجد بجد بتبقي بروفيشنال فيها وبتبقى جميلة جدا. بصي بقى هنا بالسكرابر وبنبتدي نجلس التورتاية. يعني التورتاية دي كده ربع كريم جانتيه فيها كتير، هيفيد منك. يعني لما تجيبي ربع كريم جانتيه شيلي منه شوية. بصي ما شاء الله تبارك الله جميلة ولذيذة. طبعا ريحتها في التلاجة بتاع حوالي نص ساعة وخرجتها. ابتدي بقى اعمل الروزتات بتاعتها. هنا بقى كريم جانتيه اللي موجود جوه الكيس الحلواني ده تقيل، عشان الروزتات بتاعتي لما انا اجي اعملها تبقى ثابتة زي ما انت شايفة كده، تبقى ثابتة وجميلة. طبعا انا مجهزة عندي هنا صوص اللي انا هحطه عليها. ادي كده نوتيلا. النوتيلا لما بنيجي معلقة النوتيلا بيبقى عليها 3 معالق من الزيت عشان تقدري تخففيها وتحصلي على السيولة دي. انا هنا عملت لها شلالات بس الكاميرا ما كانتش جايباها. عملت شلالات من النوتيلا، وده ابسط تزيين ممكن تزيني بيه. ده كيس عادي اللي انا مستخدماه، ده كيس عادي من بتاع السندوتشات. وجبت كل معلقة نوتيلا حطيت لها 3 معالق زيت، هتديكي بريق وهتديكي سيولة. بالسيولة اللي انت شايفاها دي، احنا مش عايزينها سايلة قوي، عايزينها تبقى سيولة معقولة بالمنظر اللي انت شايفاه ده. هنا عملت شلالات من النوتيلا. وهنا ادي زبدة اللوتس، برضو زبدة اللوتس خففتها بمعلقة زبدة اللوتس. حطيت لها مع المعلقة الواحدة حطيت لها 3 معالق زيت، وعملت منها شلالات زبدة اللوتس. وهنبتدي نجلس نص التورتاية بزبدة اللوتس. سهلة جدا جدا ان انتي تعمليها بجد للولاد، بسيطة تقدري تفنشيها بامكانيات بسيطة جدا. وممكن لو مش عندك شوكولاتات ممكن ابسط فاكهة موجودة في السوق، فراولة، مانجا، تفاح، اي حاجة كنت انتي ممكن تستخدميها وتفنشي منها التورتاية. بجد بجد الاسعار بره رهيبة. انتي تقدري تعمليها لولادك بامكانيات بسيطة جدا. ولو انتي خايفة من استخدام الدقيق العادي ممكن تستخدمي دقيق الاسبونج الجاهز، في منه الفانيليا وفي منه الشوكولاتة. والشوكولاتة بيبقى اغلى من الفانيليا ب5 جنيه او حاجة زي كده. بصي بقى كده ابتدي بظهر معلقة الشاي البسيطة الصغنطوطة دي، نبتدي نفردها كده وزينيها بأبسط حاجة. يعني أنا هقدملك النهاردة، عارفة الحاجات اللي احنا كنا بنقدمها في العيد الصغير كده جنب السوداني بنبقى كل بيت جايب شوية شوكولاتات وبونبوني. انا الشوكولاتات دي بتاعة العيد الصغير هي اللي انا هزين بيها التورتاية بتاعة النهاردة. اولا كده كيس بوريو زي ما انت شايفة كده، حتة كيس بوريو هنزين بيه، بوريو اوريو على حسب ما الولاد بيقولوا. وادي الشوكولاتات اللي كانت فايضة من العيد الصغير، حبيت احطها كده بالسلوفانة بس حسيت ان شكلها اوفر قوي، فقلت لا اشيلها من السلوفانة واحطها كده احسن، هتدي شكل الطف. تزيين بسيط جدا. ادي الشوكولاتة اهي، جنب شوكولاتة وجنب حتى ما كانش عندي بسكوت لوتس، فادي برضو شوكولاتة من بتاعة العيد. يعني التزيين ده ابسط حاجة ممكن تعمليها. ممكن كنت قلبتيها فراولة وعملتي توبينج فراولة، كانت هتبقى جميلة ولذيذة. التزيين ده في ايدك، تقدري تسعدي بيه ولادك وتعملي اللي هم بيحبوه.
بجد ممكن تعمليها في عيد ميلاد، تهادي بيها حد، جميلة ولذيذة وخطيرة، وبيبقى شكلها خطير جدا. هنا طبعا حبيت ان انا اكمل الديكور بتاعي، بس للأسف الكاميرا ما كانتش جايباها. هنا الشوكولاتات الصغيرة دي انا كنت حطاها بقى كده على الشلالات، مدية شكل رهيب جدا. يمكن وانا بقطع التورتاية في بداية الفيديو كانت ظاهرة جدا. انا عملت معاكم التورتات دي كتير قبل كده، لو رجعتوا الفيديوهات هتلاقوني عاملة منها فيديوهات كتير بفاكهة وحاجات كتير خالص. حبيبة قلبي ما تنسيش لايك وشير وسبسكرايب لمطبخ ايمي البسيوني. يا رب النهاردة بجد بجد اكون افدتكم، افدت كل بنت حابة ان هي تعمل حاجة حلوة في البيت بدل ما تتكلفها من بره. كل ام نفسها انها تسعد ولادها وتعمل لهم تورتاية باقل التكاليف. الطريقة دي سهلة وبسيطة، وممكن بجد تسعدي ولادك بيها بأقل التكاليف. ما تنسيش لايك وشير وسبسكرايب لمطبخ ايمي البسيوني. وصفة جميلة ولذيذة، خديها بقى على التلاجة كده على طول قيمة ساعتين 3، وبعد كده خرجيها بقى لو انت عندك عيد ميلاد او عندك مناسبة، او هاتي علبة جميلة كده وحطيها وهادي بيها حبايبك. بجد بجد وصفة لذيذة وجميلة. شايفة بقى الشوكولاتة الصغنططة مدية شكل مع الشلالات ازاي؟ مدية شكل جميل ورهيب وجميل جدا. واحلى حاجة فيه ان هو بسيط خالص، بسيط مفهوش تزيين، مفهوش اي تكلفة جامدة او اوفر خالص او اي حاجة مكلفة خالص. هو حاجات كلها من قلب البيت. بصي هشة وجميلة ولذيذة جدا، وطعمها طبعا كان خطير جدا. حبيبة قلبي بحبك في الله كتير. ما تنسيش لايك وشير وسبسكرايب لمطبخ ايمي البسيوني. حبيبة قلبي اسيبك في حفظ الله. يا رب النهاردة تكوني استفدتي مني. ما تنسينيش بدعوة جميلة والاشتراك في القناة. أسيبك في حفظ الله، والسلام عليكم. باي باي.